الخبز الصامولي أو عيش الفينو. يلا نعمله بطريقة سهلة، وأساسا طريقة عمله ممتعة جدا. هتستمتعوا انتوا بتعملوا في الخبز، وزي ما انتوا شايفين مستوي تماما من جوا. يلا نشوف كيف هنقدر نعمله. عندي 3 كاسات من الدقيق، هضيف لها ملعقة كبيرة من الخميرة، وملعقة كبيرة من السكر، وملعقة ممسوحة من الملح. هقلب المكونات الجافة دي مع بعض، وبعد كده هضيف فنجان من الزيت. ممكن نعجن على يدنا وممكن نعجن بالعجانة المتوفر عندنا. آخر حاجة هضيف كوباية من الموية الدافية. الموية تكون دافية ما تكون سخنة، لأنه لو سخنة هتتلف معانا الخميرة. هنعجن لمدة 5 دقايق متواصلة لغاية ما تتكون معانا عجينة لينة وطرية بس ما بتلزق في اليد. ما هنخمر حسي، هنقسم العجينة أول وهنشكلها، والتخمير آخر حاجة. هنقسم عجينتنا ل8 قطع، يعني ال3 كاسات من الدقيق دي عملت لنا 8 حبات من الخبز. بعد كده نجي لطريقة التشكيل اللي هي سهلة جدا. هناخد قطعة قطعة وهنفردها فرد رفيع بيضاوي بالطريقة دي، وبعد كده هنبرمها زي ما انتوا شايفين. طريقته سهلة جدا. أهم حاجة الفرد يكون معانا رفيع. بعد كده هنقفلها كويس بالجهة دي، وبس الخبزة بتاعتنا جاهزة. هنجرب معاكم واحدة تانية، هعمل معاكم واحدة تانية عشان تشوفوا طريقتها سهلة كيف. أهم حاجة زي ما قلت لكم تفردوا فرد رفيع. بعد كده هنكون مجهزين صينيتنا، ماسحينها بشوية دهنة بتاعت زيت خفيفة، ونخلي الخبز بتاعنا متفرق من بعض لأنه هيختمر وهيزيد حجمه بعد شوية. هنغطيها صينيتنا كويس وهنخليها ساعة تتخمر. وده الخبز بتاعنا بعد ما أخد ساعة اتخمر تماما وتضاعف حجمه. بعد كده هندهن الوش بشوية حليب عشان يدينا لون حلو في التحمير، وكمان هنديه رشة من السمسم، ودي اختيارية طبعا، ممكن نخليه سادة. هنشغل الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180 شغال من فوق وتحت. هنخط صينيتنا في الرف الوسط لمدة 20 دقيقة، وأول ما يطلع من الفرن لازم نغطيه لمدة 10 دقايق عشان يطلع معانا طري. لو خليناه كاشف للهواء هيطلع معانا قاسي. وبس كده أحلى عيش طلع معانا. هفتح معاكم واحدة عشان تشوفوا مستوي كيف من جوا. جربوه وادوني رأيكم في التعليقات. مع السلامة، في أمان الله.